أراد جحا أن يشتري حمارا، فذهب إلى السوق، وتوقف عند حمار أعجبه، وقال لصاحبه بعد جدال على الثمن: هذا كل ما معي الآن، فإما أن تبيعني الحمار أو أنصرف لحالي. فأخيرا وافق الرجل، ومشى جحا يجر الحمار خلفه، فرأه 2 من اللصوص، فاتفقا على سرقة الحمار. تسلل أحدهما بخفة، ففك الحبل من رقبة الحمار دون أن يشعر جحا بشيء، وربط الحبل في رقبته هو، وكل ذلك وجحا لا يعلم بما يجري. مشى اللص خلف جحا، بينما اللص الآخر بالحمار. وكان المرة من الناس يرون هذا المنظر فيضحكون، وجحا يتعجب في نفسه ويقول: لعل تعجبهم وضحكهم لأنهم معجبون بحماري. ولما وصل جحا إلى البيت، التفت خلفه إلى الحمار، فرأى رجلا والحبل في رقبته، فتعجب من أمره وقال له: من أنت؟ فتوقف اللص باكيا، وأخذ يمسح دموعه قائلا: يا سيدي، أنا رجل جاهل أغضبت أمي. قال جحا: ثم ماذا؟ قال اللص: فدعت أمي علي، وطلبت من الله أن يمسخني حمارا، فاستجاب الله دعاءها، ولما رأى أخي الكبير ذلك، أراد أن يتخلص مني، فعرضني في السوق للبيع، وجئت أنت فاشتريتني، وببركتك عاد الله فردني إنسانا كما كنت. وأخذ اللص يقبل يد جحا داعيا شاكرا، فصدقه جحا، وأطلقه بعد أن نصحه بطاعة أمه وطلب مغفرتها. وفي اليوم التالي توجه جحا إلى السوق ليشتري حمارا، فرأى الحمار نفسه فعرفه، فاقترب منه وهمس في أذنه قائلا: يظهر أنك لم تسمع كلامي، وأغضبت أمك مرة ثانية، والله لن اشتريك أبدا.